الكشف المجاني على الجالية السودانية. سعيدنا النهارده ان يكون معانا. السلام عليكم. معك هلال جعفر عبد المجيد، متطوع في منظمة التضامن المصري متعدد الثقافات. اللجنة المركزية واللجنة الاجتماعية فرع الإسكندرية. في الحقيقة احنا كان عندنا في الفترة اللي فاتت كمية من الفعاليات مع اللاجئين ومع الموظفين. كان في منظمة زي المنظمة بتاعت التضامن وزعت منظمة زي بعدد كبير جدا، وكان في بطانيات برضه عشان نشتغل. وحاليا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري عملنا غرفة طبية مجانية فيها 3 عيادات، عيادة بتاعت بطنة وعيادة بتاعت أطفال وعيادة بتاعت نساء وتوليد، بالإضافة لصيدلية مجانية. جميل جدا. يعني انا شايف ان هو ما شاء الله التعاون ما بين الهلال الاحمر المصري والمشغلين الساده اللي هم اللي بيكشفوا والعيادات اللي موجوده شيء جميل جدا، وشايف ان يعني الناس كلها مبسوطه. ما شاء الله الناس بجد يعني في ناس وضعوا شويه يعني هم محتاجين لرعايه صحيه، وضعهم المادي ما بيسمح لهم انهم يمشوا للمستشفيات، فنحن بنشكر الهلال الاحمر انه يتعاون معنا عشان نقدم خدمه لعدد كبير جدا ما شاء الله من اللاجئين. احنا بنشكر ونتمنى التوفيق التعاون بينكم وبين الهلال الاحمر والشفاء لكل المرضى ان شاء الله. كل الشكر لك. حبيبي شكرا لك كثير يا استاذ محمود، والله نورتني انت ما شاء الله يعني كنت مهتم جدا انك تغطي كل الفعاليات بتاعتنا. كان برضه فاتح عندنا فعاليه بتاعت عن الصحة النفسية ورياضات الأزمات. ايوه دكتور محمد عبد الرحيم. يا سلام عليكم. كان عندنا عبارة عن ورشة عن الصحة النفسية وإدارة الأزمات مع الدكتور محمد عبد الرحيم. نشكره برضه جدا جدا والله على التفاعل بتاعه. واحنا بنشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق وكل الشكر للهلال الأحمر المصري والتعاون معاكم، ونتمنى الشفاء لكل المرضى. كل الشكر. أعزائي المشاهدين، ولقائنا التالي مع الأستاذ مهتدي أحد الفاعلين والمنظمين في اليوم القافلة الطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. أهلا بك أستاذ مهتدي. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. مهتدي عصام الدين، مدير منتدى الشباب ورئيس لجنه المساعدات الانسانيه اللجنه المجتمعيه مكتب الاسكندريه منظمه التضامن. نحن تواصلنا مع الهلال الاحمر بالتنسيق مع مدير مكتب الصحه دكتور دعاء الرويعي. تواصلنا مع الهلال الاحمر على اننا نستضيفهم اليوم في قافله طبيه. الحمد لله لحد اللحظه ذات الوصول الى خدمه اكثر من 120 فرد. الحمد لله قدرنا نوصل لكميه كبيره من المستفيدين بالتنسيق مع الهلال الاحمر والشباب، والحمد لله ربنا يوفقنا لعمل الخير. التخصصات النهارده اللي انتم بتقدموها للساده الرواد الجايين، التخصصات اللي هي التخصصات اليوم كانت عيادة الباطنية، عيادة الباطنة والنساء والتوليد وعيادة الأطفال. ومع تمنياتنا إن شاء الله القافلة الطبية القادمة حيكون فيها أكثر وأكثر إن شاء الله. حنحاول نوفر عيادات النظام لأنه برضه كانت في الاستبيان بتاعنا محتاجين ناس نظام أكثر. هيبقى تنوع موجود بعد كده تخصصات تانية. أنا شايف كمان إن هو بعد ما الحالة اللي بتخش بتكشف بيطلع على الصيدلية ويصرف الأدوية. أيوه الحمد لله موفر صيدلية الحمد لله أي حد بيكشف يطلع من هناك على الصيدلية مع الروشتات ومع الأدوية بتاعته. يعني جميل جدا ان احنا نشوف قافله طبيه بتقدم للجاليه السودانيه الموجوده في مصر بلدهم الثاني، ونجد ان طاقم التنظيم والمرضى الموجودين في حاله رضا والموثوقين انه في اهتمام بيهم. الحمد لله كان عندنا ازمه بسيطه
انه مجموعه اللاجئين الموجودين او نعتذر للكلمه طبعا مجموعه السودانيين انتم بقالكم كتاب مصر. صح. هم عموما مجموعه السودانيين الاكبر موجوده في القاهره، وكان في شويه تقصير ناحيه السودانيين الموجودين في الاسكندريه، فحاولنا نسد الفجوه دي والحمد لله بنقدر عليه ولسه مستمرين ان نعمل اكثر على اساس اننا نخدم اهل السودانيين الموجودين في الاسكندريه بمساعده الشعب المصري وبمساعده المنظمات المصريه التي ابدت مساعدتها دائما طوالي وابدت اهتمام كبير جدا لدرجه انه كل الخدمات التي موفره لنا الحمد لله في فتره زمنيه قصيره. نشكر الهلال الأحمر جدا على وقوفه معنا وعلى تنظيم اليوم ده. نتمنى انه يكون في بيناتنا تعاون اكثر. يعني احنا كل الشكر والتقدير للطاقم القائم على التنظيم لهذه القافله الطبيه. شكر لكم خاصه وشكر للهلال الاحمر المصري. نحن اشقاء في وقت الازمه بنشيل بعضنا بنقف جنب بعضنا، وان شاء الله تعدي الازمه ونبقى كلنا مبسوطين، ونتمنى لكل المرضى الموجودين الشفاء ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لكم. كل الشكر لحضرتك والحمد لله انك نورتنا، وشكرا على التغطيه الاعلاميه المحترمه لحضرتك. فبنتمنى زيارتك لنا طبعا كتعليق بسيط. استاذ محمد قطب من الشخصيات الداعمه جدا للجنه المجتمعيه، وغطى معانا كذا فعاليه، وامس كان مغطي معانا كان عندنا لقاء تنويري عن الصحه النفسيه واداره الازمات، كان مغطيه الاستاذ محمد قطب. كثر خير وبارك الله فيه، ونتمنى انه نتعامل معه بطريقه اكثر ان شاء الله الفتره الجايه لنغطي ان شاء الله. كل الشكر ليك، ونتمنى لكل الشعب السوداني والاخوه السودانيين في مصر كل الترحاب، واحنا كلنا شعب واحد، شعب وادي النيل. كل الشكر والتقدير. شكرا لك.